السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد أو ماكس من قناة خالد كيوكس 2، واليوم جايب لكم شرح لجميع تحديات السيزون الثامن الأسبوع الأول مع مكان نجمة السرية. فأتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناة يضغط على زر الاشتراك وبرضو اللايك. وقبل لا أبدأ يا عيال، جايب لكم قناة كيلر على التويتش، رابط قناته راح تكون تحت في صندوق الوصف على التويتش. طبعا إذا وصلتوا 1000 متابع في التويتش راح يسوي لكم جيف أواي على $50، فرابط قناته راح تكون تحت في صندوق الوصف. أتمنى منكم تروحون تتابعونه في التويتش، وإن شاء الله تعجبكم قناته في تويتش. والحين خلونا مع التحدي الأول للأسبوع الأول للسيزون الثامن، واللي يقول لك زور 7 أماكن الأماكن القراصنة. طبعا راح تطلع لكم قدامكم جميع أماكن القراصنة. طبعا روح عند المكان وبس راح يكتمل لك، بعدها روح المكان الثاني والثالث إلى ما تخلص التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي الثاني، واللي يقول لك افتح 7 صناديق يا في ريتال أو في جنك. أهم شيء تروح المنطقتين ذي وتحاول تفتح فيهم صناديق إلى ما تخلص التحدي هذا. والحين خلونا مع التحدي الثالث، واللي هو عبارة عن ستيج. طبعا الستيج الأول يقول لك احصل على الدمج باستخدام الشتكن والمتفجرات في جيم واحد. اوكي، اهم شيء تطلق على واحد بالشتكن، بعدها تطلق على اي واحد ثاني بالمتفجرات او العكس. اهم شيء تسويها في جيم واحد. اما الستيج الثاني يقول لك احصل على الدمج باستخدام الاسولت رايفل زي الام 16 وزي السكار. بالسلاح الثاني اللي تدمج فيه مع الاسولت رايفل هو الفرد، اي فرد تاخذه وتدمج فيه اي احد في جيم واحد. بعدها راح يخلص لك التحدي هذا. طبعا ما يهم تقتل واحد او تطلق على اي واحد بالفرد، بعدها بالاسولت رايفل ما عندك اي مشكله. اما الستيج الثالث والاخير واللي هو الدمج بالسنايبر ومع الاس ام جي. اوكي، يعني تطلق على اي واحد سنايبر وتدمجه، ثم تحول على الاس ام جي وتطلق عليه لو طلقه واحده بس. اهم شيء تدمج بالاسلحه هذه، وفي جيم واحد لازم تسويها وراح تخلص من التحدي الثالث. والحين خلونا مع التحدي الرابع، واللي يقول لك زور الاوجه. طبعا في 3 اماكن للاوجه راح اوريكم اياها. طبعا مو لازم تسويها بالترتيب، اهم شيء تروح وتشوف الاوجه. فخلوكم مع اماكن الاوجه. والحين مع التحدي الخامس، واللي يقول لك استخدم ثقب البركان مرة واحدة في كل 5 أقيام مختلفة. يعني تروح عند ثقب البركان وراح يطيرك. طبعا ثقب البركان تلقاه عند البركان بكثرة، تروح من عنده راح يطيرك. بعدها العب الجيم الثاني وسوي نفس الشيء، بعدها العب الجيم الثالث والرابع والخامس وسوي نفس الشيء، وراح تخلص من التحدي هذا في 5 أقيام مختلفة. والحين خلونا مع التحدي السادس، واللي يقول لك اقتل بشتكن واسولت رايفل ومتفجرات، وراح تخلص من التحدي هذا. طبعا مو لازم تسويها في جيم واحد انك تحاول تقتل بشتكن واسولت رايفل وقنابل او ار بي جي في جيم واحد، لا مو لازم. حاول تسويها اللي تقدر عليه، يعني تلعب جيم وتقتل بمتفجرات واسولت رايفل، بعدها بالجيم الثاني تقتل بالشوتجن، ما عندك اي مشكله. والحين خلونا مع التحدي السابع والاخير، واللي يقول لك احصل على 200 دمج. طبعا التحدي هذا يقول لك اي واحد تشوفه راكب دباب او اي مركبه اطلق عليه الى ما تحصل على 200 دمج، وبكذا راح تخلص من التحدي هذا. والحين خلونا مع مكان النجمة السرية بعد ما تخلص جميع تحديات الأسبوع الأول. فخلونا وهذا مكان نجم السرية بعد ما تخلص جميع تحديات الأسبوع الأول. راح تطلع لك هنا وبس عيال. أتمنى من كل واحد يشوف المقطع هذا مو مشترك في القناة يضغط على زر اشتراك وبرضو اللايك. وحبيت أعتذر لكم يا عيال إني ما نزلت بدري لأن التحديث ما خلص إلا اليوم. اي نعم، اليوم الجمعة خلص التحديث وما قدرت اسوي شيء الصراحة. والله ما قدرت، حاولت باللي اقدر عليه لكن النت صار زفت بشكل ما تتصورونه امس. واعتذر لكم، وان شاء الله المرات الجاية راح اكون افضل واحسن وانزلكم التحديات اول باول. وبس عيال، لا تنسون تتابعون قناة كيلر بالتويتش، رابط قناته بالتويتش راح تكون تحت في صندوق الوصف. كل اللي ابغى منكم توصلون 1000 متابع، وبعدها راح يسوي لكم جيف اوي على $50. وما تقصرون يا جيش خالد، و peace out.